توبيلي فينجا، ومساعد ثاني جوناس مشيدي، وحكم مرابع هو كريستوفر هاريسون حكم مرابع في هذه المباراة. القطة على أرضها يكون على الشمال بالزي التقليدي الأبيض والأخضر، والأهلي المصري هيكون على اليمين بالزي الأحمر. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ اللقاء، وبمشيئة الله منتصرين. قولوا يا رب بمشيئة الله. الهجمة الانطلاقة لصالح القطن الكاميروني، ولكن دفاع جيد على طول بلمسة موجودة من سعد الدين سمير. هجمة تصل في وسط الملعب، ولكن في صفارة في مخالفة بلا شيء. ثم لقاء العودة هنا في هذا الملعب، والأهلي التعادل 2-2. ثم المواجهة الثالثة في المربع الذهبي في هذه البطولة في عام 2013. استلام بهجمة خطيرة لعبد الله السعيد، الاستلام روعة والمهارة أروع والتحرك ممتاز، هوب عرضية والهدف جول. الهدف الأول، الله 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 على النادي الأهلي. الهدف الجميل في الباصة الروعة من عبد الله السعيد، والتحرك كان ممتاز من مؤمن زكريا، ولعب عرضية ساحرة، هدية جميلة لقدم اللاعب الإيفواري سليمان كوليبالي. النجم كوليبالي يسجل الهدف اللي كان دايما على بالي كوليبالي، والهدف الأول للنادي الأهلي هنا في مدينة جاروة في مرمى نادي القطن الكاميروني. هدف أول من أخطر هجمة، من أجمل هجمة، من أروع هجمة في المباراة. الأهلي متقدم بهدف واحد مقابل لا شيء على القطن الكاميروني. هدف بقدم النجم السليماني إبراهيم داوود حارس مرمى، 1-0. هدف التقدم في المباراة، والهدف الأول لسليمان كوليبالي في بطولة أفريقيا في هذا العام. كوليبالي مشاهدينا اللي كان انضم في هذا العام في يناير الماضي من نادي كيرمانوك الاسكتلندي للنادي الاهلي. بصه اماميه خطيره، ودفاع من امبابه للحارس داوود، لما كورته قطع جابها خطيره، والهدف جول. الهدف الثاني، عملوها تاني وسجلوا الهدف الثاني. الاهلي يا ناس، الاهلي يا ناس، المستحيل ليس اهلاوي. كما انت كبير يا اهلي، العب يا اهلي، سجل يا اهلي، اضرب يا اهلي، الدغ لدغتك هنا في ادغال افريقيا يا اهلي. مؤمن على طول زكريا يسجل الهدف الثاني من خطأ كبير قاتل رهيب موجود في اداء الحارس ابراهيم داوود. بص المهاره واللمه والهدف، روعه روعه روعه. الله عليك يا ولد، الله عليك يا مقاتل، الله عليك يا موهوب مؤمن زكريا. والهدف الثاني في المباراة. هذا اللاعب ميدو جابر، والفاول من مكان جيد لصالح القطن، التصويبة القوية ولكن فوق العارضة، طلعت برا الملعب. ضربة مرمى على طول لصالح النادي الأهلي. هدف أول كان بقدم جونيور أجاييه اللاعب النيجيري، وهدف ثاني كان بقدم مؤمن زكريا. جونيور أجاييه، كوليبالي، السعيد، زكريا. المهم الأهلي متقدم مشاهدينا الأعزاء بهدفين مقابل لا شيء حتى الآن في المباراة. هذا الحارس شريف إكرام حارس المرمى، وعلى طول كرة طولية عالية قوية أمامية، استلام بدفاع ولمسة في نص الملعب ناحية الدفاعات مع منتخب تونس الشهر القادم أمام منتخب مصر. تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس أفريقيا، مواجهة من نار، مواجهة صعبة بين منتخبين كبيرين بقيمة التونسي. والمسا تصويب ولكن تعدي. يا الله على الخطورة، يا الله على التصويبة القوية الصاروخية بقدم اللاعب جون جوزيف، ولكن تعدوا الحمد لله بالسلام وأمان على مرمى شريف إكرامي. حذار يا شباب، حذار يا شباب، الدفاع القوي عاوزينه، التركيز طول المباراة عاوزينه، لأن فريق القطن يمتلك لاعبين على مستوى عالي. رقم 14 جوزيف، ورقم 7 سليمان، ورقم 23 الروماريكي. هم دول أخطر 3 لاعبين. عاوزين نلعب طبعا لعبنا بهدوءنا بتركيزنا حتى اللحظة الأخيرة من هذا الكلام كان مع المدرب القدير الكابتن محمد يوسف. حقبة بعرضية قوية خطيرة تعدي ناحية شريف إكرام حارس المرمى. ثم المواجهة الخامسة كانت في المربع الذهبي لكأس كثير جدا. أنا بالأهلي استلام انطلاق، الله على السعيد، الله عليك يا عبد الله السعيد. النهارده المهارة إيه عالية قوي والاداء عالي قوي. الله على الباصه حلوه خطيره جدا، انطلاقه عنتريه مؤمن زكريا والعرضيه والهدف. مش ممكن، مش معقول. الله على الهجمه والله على
اللمسه والله على التحرك من مؤمن زكريا، والعرضيه بقدم زكريا لسليمان الكوليبالي، ولكن تعدي بشكل غريب عجيب. بقول لكم النهارده عبد الله السعيد، النهارده لمساته، بساطه، تحركاته روعه الروعه بكل التاكيد. زي سليمان والفاول للقط والتصويب، ولكن الحمد لله تلعب بره، الحمد لله حطها لاعب مؤمن زكريا. هم دول اصحاب الهدفين في مباراه. تغيير اول اضطراري بالنسبه للنادي الاهلي، خروج ابرز وافضل لاعب في المباراه هو النجم عبد الله السعيد الاصابه، وخروج ونزول مشاهدينا الاعزاء اللاعب الشاب كريم ندفد رقم 4، وعدم الاستعانه بصالح جمعه، وعدم الاستعانه بصالح جمعه. الكابتن حسين البدري المدير الفني خرج السعيد للاصابه، والاستعانه اعزائي المشاهدين باللاعب رقم 4 الشاب كريم ندفد في هذه المباراه. الشوط الثاني هيبدا، الاهلي هيكون على الشمال بالزي الاحمر، ونادي القطة هيكون على اليمين بالزي الابيض والاخضر في هذه المباراه. الشوط الاول ولا احلى ولا اجمل ولا اروع من كده. الشوط الاول الاهلي قدم مباراه على مستوى عالي جدا، وتقدم بهدفين، وكمان هدف ثالث ضائع بشكل غريب بقدم اليفاري سليمان. استلام في الملعب على طول، تتردد على الشمال، المهاره واللمه الحلوه من كوليبالي، عد باصه حلوه جميله، مؤمن زكريا منطقه قصيره زكريا، هوب العرضيه والمتابعه، مش ممكن مش ممكن يا جونيور يا اجاييه. الباص جميل والتحرك روعه والهجمه منظمه والعرضيه ساحره من اسيست روعه من زكريا كمدير فني الاهلي. هجمه مهاره فرديه من كريم ندفد مع الكره العرضيه، اللمسه من اجاييه والمتابعه على الشمال لحسام عاشور على الشمال حلوه خطيره جدا، لمسه ميدو جابر، ولكن تعدي تلعب بره. يا على الخطوره، يا على الهجمه المنظمه والجماعيه. احلى حاجه حتى الان في المباراه النهارده روح الجماعه الموجوده اليوم. كابتن النادي الاهلي، كابتن وقائد النادي الاهلي حسام عاشور، 30 سنه خبره كبيره جدا، ومن 2004 موجود مع الاهلي، ومدرب بيروح ومدرب بيجي، وهو دايما هو اللاعب رقم 1، هو دايما اللاعب الاساس في الاهلي. الهجمه الانطلاقه عجيه، عدى وفات، هرب راح والهدف مش ممكن. يتالق داوود ويمنع مشاهدينا اليوم الثلاثيه في مرمى القطن الكاميروني. استلام روعه بهجمه خطيره وتصويبه قويه بقدم النيجيري اجاييه، ولكن تالق كبير بابداع كبير للحارس. نزول اللاعب اشور 11 تغيير اخير في اللقاء بالنسبه لاصحاب الارض. الهجمه انطلاقه من اجاييه، عدى وفات اماميه، الكعب والهدف مش ممكن، خطيره والهدف وتعدي، مش ممكن، مش معقول مش معقول. الهدف العالمي بيضيع بشكل غريب بشكل عجيب بالنسبه للنادي الاهلي. احلى هجمه، احلى جمله، احلى تحرك، احلى لمسات، احلى باصات، وهدف غير عادي بيضيع لفريق كبير غير عادي هو النادي الاهلي. بص اللمسه، بص الكعب الحلو من كريم ندفد، والمتابعه والتصويبه بقدم الخطير ميدو جابر، ودفاع كان ممتاز من دفاعات القطن الكاميروني. الهدف الثالث يضيع بالنسبه للنادي الاهلي في الدقيقه 76 من عمر اللقاء. دي مش كوره، دي متعه. جايب على الكوره جاي، والعرضيه والدفاع من امبامب، تتردد اقدام اللاعب اتونغانا، وفاول على حسام غالي لصالح القطن. لاحمد فتحي طلع كره فتح ممتاز، تعادي ولكن تلعب بره من التماس طبعا لصالح نادي القطن. تماس للقطن الكاميروني، تماس من يامبيلي، اي نعم استحواذ اكثر، سيطره افضل بالنسبه للقطن، ولكن الحمد لله مشاهدينا دفاع 100 من النجوم النادي الاهلي طوال المباراه. يعني سيطره بدون فاعليه وبدون خطوره على مرمى الحارس شريف اكرام. يا رب ان شاء الله يكمل على خير باذن الله. احمد فتحي تحضير. هي مباراه مشاهدينا مهمه جدا، مباراه ممكن نقول عليها عوده الثقه مره ثانيه بالنسبه للجماهير، عوده الثقه لجماهير النادي الاهلي، للاعبين وايضا للجهاز الفني بكل تاكيد. بص الملعب على الارض، استلام من سيدريك لروماريك ساندا، استلام اماميه، بصه حلوه سريعه والعرضيه القويه لكن تلعب بره بعيده. ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي المصري، ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. دخلنا تقريبا على اخر
6 دقائق متبقية على نهاية المباراة. والأداء المتميز والأداء الرائع وطريقة لعب على مستوى جيد وروح وعزيمة وإصرار كبير في أداء اللاعبين وشكل محترم وأداء يرفع الراس لعشاق ومحبي النادي الأهلي في هذه المباراة. ارفع راسك يا أهلاوي، ارفع. هجمة بعرض الملعب على اليمين.